تشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السيد وزير التربية الوطنية المحترم، السيد رئيس اللجنة الفاضل، زملائي النواب، كوادر وزارة التربية كلهم باسم الخاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك النائب لك عبد الحميد من ولاية المنيعة. أنا كان بودي أن أناقش مع حضراتكم الطيبة بعضا من النقاط الهامة أو الانشغالات الكبرى لقطاع التربية كالمنهاج أو إلى غير ذلك، لكن أنت ذكرت نقطة أعجبتني كثيرا وشدتني، ألا وهي نقل بعض المواد من الطور الابتدائي إلى المتوسط، ولعل هذه النقطة هي من أهم النقاط التي تعيد قاطرة التربية إلى أصلها، تخرج لنا كوادر كما فعلت مندي قبل، وسيكون هذا على أيديكم إن شاء الله. أولا هنيئا لكم تنصيبكم على وزارة التربية، حظوة من المولى عز وجل، ثم ثقة من السيد رئيس الجمهورية. فامضي في التغيير المشهود مع الوزير، روح القدس معك ودعاء الصالحين معك سرا وعلنا. نحن نعي جيدا أنك كمن قال فيهم الصالحون سابقا أرسل حكيما ولا تصيه، سيكون التغيير المشهود إن شاء الله. أمل بكم معالي الوزير. أولا أشكر الوزارة أنها وافقت على تجسيد بعض المؤسسات التربوية بولاية المنيعة، وقد انطلقت هذه المشاريع، وسيكون لكم بإذن الله تعالى شرف تدشينها، وهي على قدم وساق ستنتهي عن قريب بإذن الله تعالى. معالي الوزير، أنا تثقل كاهلي بعض الانشغالات المحلية في ولاية المنيعة، أذكر من بينها ما يلي. أولا التأطير التربوي والإداري والبيداغوجي. هل تعلم معالي الوزير أن ولاية المنيعة في هذه اللحظات منذ سنتين أو أكثر ليس بها العديد من المفتشين في عديد التخصصات؟ منذ أن ارتقينا إلى ولاية كاملة الصلاحيات ذهب بعض المفتشين بارك الله فيهم على جهودهم مع الولاية الأم غرداية، ولعلي أذكر لك على سبيل المثال لا الحصر النقاط الآتية. أولا، لا وجود لمفتش قار للتعليم الثانوي لإدارة التعليم الثانوي، لا وجود لمفتش للمالية للطور الثانوي، لا وجود لمفتش قار لإدارة المتوسطات. يجب تعيين مفتشين للمواد للطور المتوسط والثانوي لبعض التخصصات، كتعويض المفتشين السابقين الذين تم ذكرهم. تعيين مفتشي بعض مواد التعليم الثانوي كشعبة اللغات. ولعلي أعطيك مثالا، في المنيعة اليوم أساتذة الرياضة في التعليم المتوسط منذ سنين هم متربصين ينتظرون المفتش من أجل المرافقة والتكوين والترسيم، لكن لحد الآن لا زالوا متربصين ينتظرون الترسيم. في اللغات أساتذة اللغة الألمانية كذلك هم لا زالوا أساتذة متربصين في انتظار مفتش التربية الوطنية لترسيمهم، وما قدم المفتش وندري أين السبب. وكحل مؤقت أن أقترح على معاليكم الطيبة ما يلي. أقترح حتى نستدرك هذا الأمر سريعا، أقترح تكليف بعض الأساتذة الأكفاء من ولاية المنيعة بالتفتيش. أنا أتذكر في التشريع المدرسي القديم أن تعريف المفتش أنه أستاذ قديم قدير له من الخبرة. في المنيعة خزان من الأساتذة الأكفاء، لكم حرية الاختيار مع مديرية التربية بالتنسيق معها في اختيار أساتذة يتم تكليفهم بمرافقة الأساتذة في التكوين والمرافقة والترسيم. معالي الوزير، هذه نقطة مهمة جدا، فلا يمكننا أن نرقى إلى نتائج أفضل في الامتحانات الرسمية ولا وجود لمفتش يؤطر الأساتذة الأفاضل. وأنا من هذا المنبر معالي الوزير أغتنم فرصتك الطيبة أن أشكر كامل الأطقم التربوية في ولاية المنيعة، بدءا من مديرية التربية وكوادرها إلى الأساتذة الأفاضل إلى المديرين إلى النقابات. هم يشتغلون كخلية نحل في ولاية المنيعة من أجل ترقية قطاع التربية هناك، ولكن لا زلنا بحاجة إلى الكوادر الذين سبق ذكرهم. من نقطة أخرى مهمة، الجانب المادي. أذكر يا معالي الوزير، أنت تعلم أن الجنوب بصفة عامة والمنيعة بصفة خاصة الفصل الصيفي يمتد لأكثر من 4 أشهر، درجة الحرارة تفوق 50 درجة تحت الظل، فما بالك تحت الشمس. وبالتالي المكيفات الهوائية الموجودة في ولاية المنيعة هي مكيفات أكل عليها الدهر وشرب، صارت متعطلة في كامل الأوقات، وإذا ما اشتغلت أثناء الامتحانات الرسمية أو أثناء ارتفاع درجة الحرارة فإنها تتوقف، صارت لا تسير شدة توتر الكهرباء، وإذا اشتغلت لا تسمع لها إلا ركزة، وإذا أو في غالب الأحيان لا تسمع لها إلا جعجعة ولا تحس بانتعاش أبدا. إذن هي مكيفات اهترأت عمرها الافتراضي أكثر من 20 عاما، فأرجو تدخلكم معي الوزير في هذه النقطة
الهامة جدا بتجديد كامل المكيفات الهوائية. أمر إلى نقطة أخرى معالي الوزير، التوقيت الصيفي. نعم، في الجنوب أجمع، أنا أذكر هذا بارك الله فيك، لك أن تسحب هذه الانشغالات على كامل ولاية الجنوب. التوقيت الصيفي بالمناعة وعلى كامل ولاية الجنوب. نحن يا معالي الوزير الصيف عندنا يبدأ من شهر أفريل، 6 صباحا درجة الحرارة 40 درجة، تخيل باقي اليوم. وبالتالي أبناؤنا إذا ما خرجوا من بيوتهم يصابون أغلبهم إما بالصرع أو بالدوار أو بالرعاف أكرمكم الله. وبالتالي أنا ألتمس توقيتا صيفيا خاص بالجنوب. هذا الصيف يبدأ من التوقيت يبدأ من الساعة 7 إلى منتصف النهار أو ما بعد منتصف النهار بساعة أو ساعتين على الأكثر حسب ما ترونه تربويا ومناسبا معالي الوزير. نقطة أخرى مراكز الامتحان، وهذه نقطة يمكن تداركها في القريب العاجل معالي الوزير. ما دمت ذكرت لكم شدة الحرارة وما يصيب أبناءنا من هذه الأمراض، مراكز الامتحان، الطالب أو التلميذ يفاجأ عند الامتحان الرسمي بأن ديوان المسابقات قد غير مؤسسته التربوية التي عاش فيها لسنوات، وهذا يؤثر على نتائج امتحانه. أنا ماذا أقترح؟ خاصة مع وجود الحرارة وعدم وجود النقل، ويجد أبناؤنا الصعوبة حتى في التنقل من بيته إلى مؤسسة أخرى. أعي أن التغيير هو داخل المقاطعة، لكن أنا أريد أن يبقى التلميذ في مؤسسته حفاظا أولا الحرارة حتى ينتقل بالحرارة، ثانيا لا وجود النقل المدرسي حتى لا يتعب. وأنا أعكس لك صورة مشينة لا زلت أحتفظ بها في ذاكرتي. في فصل الصيف أثناء الامتحانات الرسمية شهادة على المتوسط وشهادة البكالوريا لا وجود للنقل المدرسي، تلاميذ بعيدين عن مدارسهم فيبقون مرغمين تحت الجدران يبحثون عن الظل، كلما مالت الشمس مالوا عكسها بحثا عن الظل، يبقون في انتظار، لأن انتظار الحافلات يأخذ منهم الوقت. وبالتالي هذه نقطة مهمة معالي الوزير، دعي التلميذ أو الطالب يمتحن في مؤسسته، وللوزارة ومدير التربية أن تغير الطاقم التربوي والطاقم الإداري، وهذا سيزيد حتى في النتائج معالي الوزير، في النتائج الامتحانات الرسمية. الإطعام المدرسي، سألني يوما كنت مفتشا معالي الوزير فزرت المتوسطة ذا الماء، فأحد التلاميذ كان خارجا فقال: يا أستاذ، لما يطعم الأستاذ الحارس والإدارة ولا نطعم نحن؟ أليس من حقنا أن نأخذ ولو وجبة باردة؟ أنا أطرح على معاليكم هذا، وهذا لا يعجز الدولة الجزائرية، هم أبناؤنا فلذات أكبادنا، وجبة باردة قد تقيهم إن شاء الله في ذلك اليوم. نقطة أخرى التمس تعيين، وهذه نقطة مهمة معالي الوزير، تعيين أمين عام بمديرية التربية من أبناء الولاية، وقد فعلت وزارتكم هذا من قبل وقد آتى أكله. قد يطرح السؤال: لما يتم التعيين من أبناء الولاية؟ أولا، نحن في الجنوب لنا خصوصية وتركيبة اجتماعية خاصة، وتكون المرافقة الجيدة إذا ما تم تعيين الأمين العام من المنطقة، طبعا بالتنسيق مع مدير التربية للولاية حتى تكون السلاسة في التسيير. قرية حاسي غانم يا معالي الوزير، قرية حاسي غانم هذه قرية مصنفة وطنيا من مناطق الظل، تبعد عن الولاية ب 120 كيلومتر ذهابا ورجوعا. أغلب سكانها لا يتركون بناتهم يتمدرسون في متوسطات ولاية المنيعة عبر طريق الحوادث، طريق الموت فيها الحوادث يوميا، فلا يتركون تمدرس بناتهم، فهم يلتمسون، وهذا شيء جد هام، يلتمسون تجسيد مشروع متوسطة بقرية حاسي غانم. السيد الوالي بارك الله فيه في ولاية المنيعة هو يبرمج بناء قاعات داخل ابتدائية، لكن يلتمس مشروعا خاصا لهذه المنطقة الفقيرة من مناطق الظل. بدعافائكم تنصرون أو تنتصرون. نقطة أخرى معالي الوزير، أود مدامة المنيعة لها موقع استراتيجي ويهتم بها السيد رئيس الجمهورية شخصيا، المرافق الخارجية أو المصالح الخارجية لمديرية التربية. نود بولاية المنيعة أن يكون لنا مركز للتعليم عن البعد. أتدري ماذا يحدث في ولاية المنيعة اليوم معالي الوزير؟ أبناء الذين يتمدرسون في التعليم عن بعد في ولاية المنيعة ينتقلون مسافة 1000 كيلومتر ذهابا ورجوعا من المنيعة إلى ولاية الأغواط من أجل استخراج شهادة مدرسية. لا يتخيله عقل هذا. فأرجو تدخلكم معالي الوزير أن يكون مركز للتعليم عن بعد بالمنيعة ومركز لمحو الأمية. اليوم محو الأمية، الكثير من الأميين والأميات بارك الله فيهم هم راغبون في التعلم، وهم الآن يتعلمون في ولاية المنيعة، لكن يطلبون مركزا يشرف قطاع التربية بولاية المنيعة، مركز كذلك لتمويل التجهيزات المدرسية كمان، ويكون هذا المركز بمثابة مركز جهوي يشرف على كامل ولاية الجنوب، ما دامت المنيعة بوابة الجنوب وبوابة كامل
افريقيا. كذلك شيء اخر مهم جدا، ابناء تلاميذ الطور الابتدائي دائما بسبب الحراره ابناء دائما يؤجلوا امتحان الطور الابتدائي الى ما بعد الامتحانات الرسميه. هذا مشكل مع الوزير. انا ارى انه يقدم امتحان، اتحدث عن استثناء في الجنوب، ان يقدم امتحان التعليم الابتدائي. لماذا يؤخر الى ما بعد الامتحانات الرسميه للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي؟ اين تشتد الحراره على ابناء صغار لا يستطيعون تحمل الحراره، فيقدم امتحان النهائي للتعليم الابتدائي، ثم تاتي الامتحانات الاخرى. أيقونة تثمين أيقونة المستخلفين من الأساتذة. أتدري وجدت شيئا أعكسه لشخصكم الكريم. وجدت أساتذة مستخلفين في لهم عدة سنوات من الخبرة في منصب أستاذ مرض مزمن، لكن لم يستفيد من الإدماج. فأرجو إضافة أيقونة للمنصة الرقمية تتمن خبرة الأستاذ المستخلف، فتكون له الفرصة في الاستفادة من التعاقد مثل باقي، لأنه يؤدي واجبه مثل ذلك الأستاذ المتعاقد ومثل ذلك الأستاذ المرسل. فلا نبخلهم حق التعاقد أو الإدماج معالي الوزير. آخر نقطة معالي الوزير، نحن زارنا وزراء من قبل في ولاية المنيحة ومرحب بهم على رؤوسنا، لكن زارونا في وقت افتتاح الامتحانات الرسمية. يأتي الوزير بارك الله فيه مرفوقا بأجهزة الإعلام، يفتتح الامتحان فيغادر السيد الوزير. أنا ألتمس من شخصكم الكريم زيارة ميدانية تفقدية في ولاية المنيا، حتى يكون لك التعرف على قطاعكم الفاضل عن قرب بولاية المنيا، وهذا مطلب كامل أطياف المجتمع المنيعي. معالي الوزير، في الأخير معالي الوزير، قال أحد الحكماء: لم نخلق للبقاء، فاترك من خلفك أثرا طيبا تذكر به. أنت دخلت قلوبنا دون استئذان، لأن نعي جيدا أنك ستغير إلى الأحسن، وبالتالي امضي أدعيتنا معك وغير ما يجب تغييره، وعد بقاطرة المنظومة التربوية إلى أصلها. لك كل التحايا العطرة من كل الأطقم التربوي من ولاية المنيعة إلى شخصكم الكريم. تحياتي الخالصة، السلام عليكم. شكرا سيد الحرم. كلمة الفريق فرحاني بشير.